كان في موقف برضه مرّيت بيه كده. كان في حد عزيز عليّا يعني بيحكي لي على واحدة معاه في الشغل، عندها حوالي 57 أو 58 سَنة، بيقول بتتحرّك وبتروح وتيجي ومواقف بقى ومفعمة بالحيوية يعني. فباقول له: "إيه المشكلة؟" قال لي: "باقي لها إيه في الدنيا؟" فقُلت له: "يعني باقي لها في الدنيا إيه؟ دي لسه في نُص شبابها." فضحك، ما عجبتوش بقى يعني إيه نُص شبابها يا عم؟ ده عندها 57 سَنة والّا 53. قُلت له: "آه، هي بالفعل نُص شبابها." سِن ال40 ده بداية إنتاجية الإنسان. إن أنت أول ما تبدأ ال40 أنت كده بدأت إنتاجيتك. أنت في 30 أنت بتاخد خبرات، في 20 أنت بتكمّل علامك اللي بتتعلّم فيه، في ال10 بتتعلّم إزاي تتكلّم أصلًا. ففكرة إنّك توصل سِن ال40 ده مش معناه إن أنت عجزت أو اللي قدّامك ده عاجز، لا خالص، ده بداية إنتاجيته في الحياة. فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الرسالة إمتى؟ أول ما كمّل 40 سَنة. كل اللي عمله ومن الرسالة إن هو أكتر شخصيات مؤثّرة في العالم، عمل ده كله إمتى؟ من بعد فبعد سن ال40 ده بداية إنتاجية الإنسان. ف40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ممكن نقول بعد ال70 يبدأ رتمه يقل ويبدأ إنتاجيته تقل، لكن خبرته طبعًا